كتاب تعبني بجد عشان اخلصه. انا لسه فاكره الكومنت اللي جالي ان الكتاب بيخلص في 3 ايام عادي جدا، بس اكتشفت ان هو ما بيخلصش في 3 ايام. والمشكله ان انا كل ما اشوف له مراجعه بحس ان رايي انا بعيد كل البعد عن اراء الناس من حواليا. المشكله الاكبر ان العمل ده بالذات للكاتب المفضل بالنسبه لي. عارفين هو مين؟ وحشتوني جدا، بقالي فتره كبيره جدا غايبه عنكم، وبقالي فتره كبيره وحشني الكلام معاكم، عشان كده مرضتش استنى لغايه الصبح واصور. انا قلت يلا نصور دلوقتي، نظبط اضاءتنا ونطلع نتكلم عن الكتاب اللي خلصناه. بس مش عارفه اتكلم على طول عن الكتاب اللي خلصته ولا اكلمكم عن العملين اللي انا جبتهم جداد. خلونا نبدا مراجعتنا، وفي الاخر هوريكم الكتابين اللي انا جبتهم جداد، وفي كتاب منهم انا فعليا بدات فيه. فاستمر معايا لاخر الفيديو، وقبل ما تكمل الفيديو كده عايزاك تعمل لايك وتسيب لي كومنت تقولوا لي عاملين ايه. هواء، هيلينا، مريم، صوفيا او صوفيا، 4 انواع بينجذب ليهم الرجاله حسب درجه النضج اللي وصل ليها الراجل. على العكس هتلاقوا رجل الغابه ورجل البيت ورجل الحكمه ورجل المعنى، ودول 4 انواع من الرجاله بتنجذب ليهم الستات حسب درجه النضج اللي وصلوا لها. فتعالوا كده مع بعض نتعرف عن تفاصيل كل نوع من ال4 سواء كانوا في الستات او في الرجاله. بدايه كتابنا النهارده هو في دايره الرحله الحب والوعي والاحلام لدكتور محمد طه. الكتاب اهو، انا جبته من معرض الكتاب ووريته لكم بمشتريات معرض الكتاب. حقيقي كنت متحمسه جدا اكلمكم عن العمل ده، لان اللي عارفني عارف ان انا الكاتب المفضل بالنسبه لي هو دكتور محمد طه، واي عمل لي سابق انا برشحه ليكم تبداوا بيه، ولان طريقته دايما سهله وسلسه وبيوصلك المعلومه بالطريقه اللي انت محتاج تعرفها بيها. فعشان كده دايما ما بترددش اول ما الاقيه منزل عمل جديد بروح اشتريه على طول. فخلونا نبدا كلامنا عن 4 انواع الستات اللي قلت لكم اسمائهم. في البداية معانا حواء، واللي بيدور عليها الراجل اللي بيفضل طفل طول عمره. بمعنى أصح بيبقى الراجل ده بيدور على مش زوجة. تاني نوع معانا وهي هيلينا، اللي بيدور دايما على شخصية هيلينا بيبقى الراجل اللي حابس نفسه جوه غرايزه، يعني العلاقة بتفاصيلها هي أهم حاجة عنده. وده غالبا بيفقد الشغف والحب والرغبة بالوقت، وبيجي بعد كده احيانا في منهم بيتحول الاحساس عنده لكره. تالت نوع معانا هي مريم، واللي وصل لمرحلة ان هو بيدور على مريم. فخلينا عارفين ان هو شخص قدر يتحرر من حاجتين صعبين جدا، فكرة ان هو يبقى بيدور على او انه حابس نفسه جوه جسده، او بيدور على رغبته وغرايزه وبس. ودي تعتبر اول سلمة في النمو النفسي. والراجل اللي دايما بيدور على مريم في حاجة مهمة جدا فيه، هتلاقيه بيعرف يفرق ما بين الحب وما بين الرغبة. يعني هتلاقيه دايما قادر يفرق ما بين ان العلاقة دي علاقة مكملة، هي علاقة حب وعايز زواج فعليا، ولا دي نزوة او صداقة وبس. اما بقى الشخص اللي بيدور على صوفيا او صوفيا بيدور على المعنى الحقيقي للحياة. معنى اصح الراجل اللي دايما بيدور على نوعية الست صوفيا بيبقى دايما الراجل ده قدر ان هو يوصل لمرحلة نضج كبيرة ومرحلة برضو كبيرة من الرقي. معنى اصح قدر يفهم الستات في المجتمع، فبقى عارف ايه الحلو بتاعها وايه المر واتعلم منه. عايزاكي دايما تبقى عارفة ان الراجل دايما بينجذب للست حسب مرحلة النضج اللي هو وصل لها دلوقتي. دي حاجة مهمة نركز عليها واحنا بنختار شريك حياتنا. اما بقى 4 نماذج الرجالة اللي بينجذب ليهم الستات حسب مرحلة نضجهم، فدول حكاية. خلونا نبدأ بأول نموذج وهو رجل الغابة. عارفين كده نوعية الراجل اللي بيتقال عليه مقطع السمكة وديلها، اللي البنات بتنجذب ليه عشان شكله وانه رياضي وبيعرف يهتم بنفسه ولبسه. من الآخر الولد اللي بيعرف يلف ويدور، لو شايف نفسه حبتين وحاسس ان مفيش منه. وللأسف أول نموذج معانا ده في شريحة كبيرة من البنات بتقع في الفخ بتاعهم وبيعجبوا بيهم. اما النموذج التاني معانا وهو رجل البيت، بمعنى اصح الراجل اللي بيعرف يفتح بيت، راجل قادر ان هو يتحمل مسؤولية عيلة، بيعرف يرتب اموره وينظمها، عارف هو عايز ايه في حياته فبيخطط ويسعى. تلاقوه دايما في ظهر الست اللي بيحبها، داعم ليها وما عندوش مشكلة ان الست تنجح وتتقدم في حياتها وشغلها. بمعنى اصح هتلاقوه سوبر هيرو كزوج وسوبر هيرو كأب. النموذج ده بينجذب ليه عدد كبير جدا من الستات. النموذج الثالث معانا هو رجل الكلمة. وتعالوا كده نراجع مع بعض. كان أول نموذج معانا كان الراجل صاحب الجسم، وتاني نموذج معانا الراجل صاحب الفعل، الثالث فهو صاحب الكلمة أو الفكر.
بمعنى اصح الراجل اللي لما بتقعد معاه كده بتحس ان دماغه متكلفه، ذكي، موهوب، بيعرف يتناقش، بيعرف يستنتج. لما تقعد معاه كده تحس ان حد دماغه مصحصحه. بمعنى اصح الست دايما لما بتتعامل معاه بتحس ان الراجل ده افكاره وطريقته دايما بتجذبها. اما النوعيه الرابعه والاخيره فهو رجل المعنى، وده بقى الراجل اللي لما بتقعدي معاه بتحبيه. عارفين كده ام كلثوم لما قالت صالحت بيك ايامي؟ هو ده الراجل بالظبط اللي لما بتقعدي معاه تحسي انك اتصالحتي مع نفسك، ومش بس كل حاجه جواكي ملخبطه بتتلم وتهدي. بمعنى اصح خلينا عارفين انه على قد ما بيرسيكي على بر، على قد ما بتحسي انك وصلتي لمرحله اعلى واسمى في شخصيتك. كده ابقى كلمتكم عن 4 انواع الرجاله و4 انواع الستات. تعالوا بقى اكلمكم عن جزئيه برضو عجبتني في الكتاب ده، هي الجميله والوحش. نوعيه من البنات برغم ان هم ما قابلوش مشاكل كبيره مع اهلهم وكانت طلباتهم واحتياجاتهم مجابه وملبيه، بمعنى اصح كبروا ونضجوا بقدر حلو، بس بيجوا عند الارتباط ودايما بتلاقوهم بيختاروا غلط. دايما اختياراتهم بتكون لشخص صعب التعامل معاه، شخص عنده مشاكل مع نفسه، مشاكل مع المسؤولية، مشاكل حقيقية. فكرة ان هو يبقى بيدور على او انه حابس نفسه جوه جسده، او بيدور على رغبته وغرايزه وبس. ده غير ان احنا اوقات بنتفاجئ ان في بنات وستات كتيرة برغم ان هم خاضوا رحلة علاج نفسي كانت طويلة جدا بسبب مشاكل وعلاقات كتيرة اذتهم، الا انهم بعد ما بيخلصوا رحلة العلاج النفسي برضو بيختاروا غلط. وده بيخلينا ننتقل لجزء مهم جدا في الستات وفي الرجاله بس مختلف من هنا لهنا، وهو جزء اسمه الغريزه. اكيد بتسمع عنه، مش هكلمك بشكل عميق زي ما الكاتب هنا كاتب لنا ومفسر لنا، بس خلوني اختصر عليكم الموضوع ده. وان الست دايما عندها غريزه انها تكون البطل، يعني دايما هتلاقي اغلب الستات جاهزين ومستعدين ان هم يخوضوا اي معركه ويحلوها، والمعركه هنا بتبقى معركتها مع راجل متعب ومش مناسب ليها، بس برضه هتلاقيها هي جاهزه تحل كل مشاكله. طب وده يا مريم مش موجود عند الرجاله؟ هو موجود لكن بدرجه مختلفه واسلوب مختلف. طب وده ايه علاقته بقصه الجميله والوحش؟ لو ركزنا مع جميله ومحاولاتها مع الوحش، لان كان احساسها بيقول لها ان هو جواه جزء حقيقي وكويس، هتلاقوه مشابه لبنات كتيره حوالينا. والكاتب هنا بيكلمنا عن برضه جزء مهم جدا وهو النداهه، والنداهه دي ممكن تظهر في شكل تفاصيل كتيره جدا في حياتك، زي الحزن والكآبة اللي بتتشد ليهم، أو التوتر والقلق والخوف الشديد، أو إنك تفضل نايم طول اليوم، أو الأمهات اللي بتسيطر على عيالها وبتبقى قادرة تتحكم في كل تفاصيل حياتهم. بمعنى أصح النداهة دي دورها في حياتك عاملة زي الشفاط، بتشفطك من أي حاجة وتخليك قادر تعمل اللي هي عاوزاه. طب وده إيه علاقته بالكتاب وإيه تفاصيله؟ برضو أنا عايزاك تقرأ الكتاب وتعرفه. بس خلوني اقول لكم جمله مهمه قبل ما ننقل على الجزء اللي بعده. النداهه دايما بتنده، بس انت برضو عليك انك تختار. طول الوقت هتبقى بتتسحب لتحت، بس انت وشطارتك بقى، يا تفضل صاحي وتنام شويه لما تتعب، يا تفضل نايم وتصحى شويه لما تزهق. الكاتب نقلنا عن اعمق جزئيه انا يمكن قراتها في حياتي وكنت محتاجه اقراها، وهو احنا ليه بنحلم. عمرك سالت نفسك هو احنا فعليا ليه بنحلم؟ الكوابيس اللي بتمر علينا، الاحلام اللي بتفسر لنا معاني، بعد ما بتعمل استخاره ويجي لك رؤيه معينه تستدل بيها في طريقك، هي ليه كل ده وازاي بيحصل؟ وهل الاحلام ليها علاقه بالجانب النفسي ولا هي من الاخر شيء روحاني كده؟ جزء الاحلام انا حاولت ان انا اختصر لكم فيه، بس حقيقي هو كان اكبر واعمق من ان انا اتكلم عنه في فيديو مراجعه. بس في جزئيه مهمه جدا حابه اكلمكم عنها انا قراتها في الكتاب ده وحسيت انها لمستني، عن انك تتصدق. بيقولك من اسوأ الحاجات اللي ممكن تمر بيها او تقدمها انت لشريك حياتك او اي حد دخلت معاه في علاقه، هو انك ما تصدقهوش، تحسسه انه دايما محتاج انه يشرح لك ويبرر لك، كأنه واحد عايش عشان يوضح لك ايه سبب وجوده في الحياة. ودي من أسوأ الحاجات، لأنك كبني آدم عايش في الدنيا دي من حقك ان يكون في حياتك ناس بتصدقك. بمعنى أصح لما تقعد مع حد وتقول له انك حاسس ان في حاجة غلط، ما يشككش في كلامك، يمشي معاك واحدة واحدة ويهودك. محتاج لما تقعد مع حد بتحبه انه يسمعك ويكون حاسس بيك ويتجاوب معاك وما يقللش من اي شعور انت بتشاركه. يمكن من اصعب الحاجات اللي ممكن بنقابلها او بنشوفها في السينما وفي التلفزيون وهكذا، لما تلاقي ان البطلة بتقولك ان هو محسسني دايما ان انا مجنونة، ما بيصدقنيش في اي حاجة، على طول مشككني في نفسي. يمكن دي من اكتر المشاكل اللي بيقابلوها الستات والرجالة وبتحتاج لعلاج، اللي هو انا محتاج حد في حياتي يصدقني، محتاج لما احكي اللي قدامي يكون حاسس بيا.
والكاتب في الكتاب هنا كلمنا عن جزئيه يمكن من اسعد لحظات حياتنا، لما نقعد مع حد نبقى بنحكي له حاجه وتحس ان جواك حاجه انت مش عارف تشرحها، بس تلاقي اللي قدامك بيفسرها او بيختصرها في جمله، فتقول له انت اخدتها من على طرف لساني، وكانه كده قدر يدخل جواك ويطلع اللي انت محتاج تطلعه. وهنا بيخلينا نوصل لجزئيه ان اللي قدامك ما يبقاش بس فاهمك، هو مستوعبك. احساس ان الشخص اللي تبقى بتحبه او اللي في حياتك او اي علاقه تحت اي مسمى يبقى اللي بيتعامل معاك فاهمك ومستوعبك لدرجه انت نفسك مش واصل لها، عارف اللي جواك بكل تفاصيلك. ومن هنا نتنقل لجزئيه يمكن بالنسبه لي دي اهم جزئيه في الكتاب، وهو ان الحياه عباره عن دايره. في حياتك وفي حياه ابائك واجدادك هتلاقينا دايما بنتعرض للمواقف برغم اختلاف شويه من تفاصيلها واختلاف المواقف، الا ان الحاجات بتتكرر بشكل دايره، او بمعنى اصح بشكل دائري. بتبقى بتتعرض لنفس التجربه كل فتره، والفكره من ده انك بتتعرض لنفس التجربه او لنفس الموقف بسبب انك محتاج انك تفهمها وتتعلم من اخطائك. وده اللي سماه العلم التكرار القهري، ان كل حاجه تفضل تتعاد عليك عشان تتعلم منها وتقدر تستفاد منها بشكل صح. وزي ما دايما بنقول ان الدنيا دواره، اللي بتعمله النهارده بيترد لك بكره، ان كما تدين بتدان. وبكده ابقى انا كلمتكم عن اجزاء لفتتني في الكتاب ده بحيث ابقى اديت لكم نبذه عنه. نيجي بقى الجزئيه انتوا بتحبوا تسمعوها مني، خلاصة تجارب ومواقف وآثار وتفاصيل كتيرة جدا مهمة من عقلية بقدرها وبحترمها، سواء هيبقى على المستوى الشخصي أو على مستوى القلم. بس هل الكتاب ده اللي أنا كنت منتظراه بعد مجموعة الكتب اللي كتبها قبل كده الدكتور محمد طه؟ فلا، كل كتاب قرأته الدكتور محمد طه كان فعليا بيغيرني وبيطورني وبيسيب أثر فيا بيفيدني قدام، لأنه دايما بيوصل لي الجزئية اللي أنا ببقى محتاجاها في التعامل مع اللي حواليا. المرة دي أنا فعليا أقدر أقول إن أنا تهت. عارف لما تحس إن عمق الكلام كان أكبر وأقوى من إن هو يأثر أو يغير، زي جزئية التزامن لما تقرأوها وجزئيات معينة في الأحلام، عمق الكلام كان أكبر وأقوى من إنه يأثر أو يغير. لكن في تفاصيل كتيرة زي التزامن والأحلام عمري ما تخيلت إن حد يقعد ويناقشها معايا بالعمق ده، عمق يفيدك ما يتوهكش. لكن في اجزاء تانية وانت بتقراها هتجيلك لحظه كده تحس اللي هو ايوه انا فهمت واستوعبت، بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ اللي هو انا فهمت كل حاجه مكتوبه الا حاجه وحيده تخليني اعرف اتصرف ازاي مع نفسي في اللي جاي. اللي هو عارف لما تيجي عليك لحظات تحس انك واقف ما بين وانا مش فاهم الجزئيه دي ولا الجزئيه دي حشو، وما تبقاش عارف ايه الصح فيهم. تقييمي للكتاب ده 7/10، يمكن حاسه ان ده اقل تقييم انا اديته لكتاب اتكلمت عنه فعليا، بس انا في اجزاء كتيره كنت بحس للاسف بملل، وده اللي خلاني طولت جدا عبال ما خلصت الكتاب ده، في حين ان في مراجعات كتيره اتعملت بسرعه عن الكتاب ده وفي قراء كتيره قرأوا الكتاب بسرعه، وللاسف كانت بتيجي عليا لحظات فعليا بحس ان خلاص انا مش هكمل في الكتاب ده. رأيي مبني عن قراءتي ومراجعتي مع نفسي ومناقشات دارت بيني وبين نفسي، بس أي كان أنا برضو مستنية رأيكم. عارفة إن في ناس منكم قرأت الكتاب ده ومهم جدا رأيهم بالنسبة لي، فعايزاك تشاركني الكتاب ده فعلا استفدت منه زي كتب دكتور محمد طه قبل كده، ولا حسيت إن الكتاب ده كان محتاج تفاصيل تانية أكبر وأعمق توصل لك أنت المفروض تعمل إيه في الفترة الجاية. عارفة إن كل حاجة مش هتتقدم لنا على طبق من دهب وهيقولك هيحصل ده وقدامه هتتعامل بالطريقة كذا، بس عارف لما الكتاب يحطك على اول الطريق، ده اللي انا كنت محتاجاه. هو فتح كل حاجه جواك بس ما قدرش يحطك على اول الطريق. فده رايي الشخصي، وتعالوا بقى اوريكم انا جبت كتاب ايه الفتره اللي فاتت، او كتابين ايه بمعنى اصح. من تحويشه العيد قررت ان انا اجيب كتابين، والكتابين دول جبتهم من عصير الكتب. اول كتاب معانا وهو سندريلا سيكريت. طبعا بما اني قراته قبل كده PDF، حسيت ان انا الكتاب ده ليه مش مكتبتي طالما من الكتب المفضله بالنسبه لي، وحابه ان انا اقراه تاني عشان اطلع واعمل لكم مراجعه عنه، لان انا عملت مراجعه عن شهرزاد اون فاير، لكن سندريلا سيكريت انا ما عملتش مراجعه عنها. تاني عمل جبته وهو الكاتب برضو قلمه مفضل جدا بالنسبه لي على مستوى ان هو صحفي او على مستوى ان هو كاتب، تامر عبده امين واخر ايام نوفمبر. انا عملت لكم مراجعه عن اعمال قبل كده لتامر عبده امين، ولو فاكر يا ريت تقول لي ايه العمل اللي انا عملت عنه مراجعه. الكتاب ده فعليا انا بدات فيه، يعني يا جماعه انا مش قادره اقول لكم انا مستمتعه بيه قد ايه ومتحمسه جدا اكلمكم عنه، فاستنوني في مراجعه جايه واشوفكم على خير.